أنا مش هنا أقولك تعمل إيه، أنا هنا أعيش معاك ونكتشف مع بعض إزاي نخلي الحياة أبسط وأريح. أهلا فيكم في راجل لايف ستايل، يلا نعيشها على طريقتنا. في لحظة كده كلنا بنعدي بيها، نبص على نفسنا ونقول ياه، لو الزمن رجع بيا كنت بدأت بشكل مختلف. مش قصد أبدا بزنس ولا اتمرن ولا بطل عادة وحشة، أنا بتكلم عن أول عادة صغيرة، بس لو كنت بدأت بيها كنت سيطرت على يومي ودماغي وحياتي كلها بشكل مختلف. وعشان كده الفيديو ده مهم جدا ليك، خصوصا لو لسه بتبدأ أو حسيت إنك تايه. زمان كنت فاكر إن التغيير بيبدأ بحاجة كبيرة زي كورس أو إنجاز ضخم أو خطة جديدة كل شهر، بس اللي غيرني فعلا كانت عادة يومية شكلها بسيط جدا، بس خلتني أحس إني فاهم نفسي. العادة دي هي الكتابة اليومية، جورنالينج أو تدوين الأفكار. أنا مش بتكلم عن كتابة أدبية ولا خواطر ولا شعر، أنا بتكلم عن إن أمسك ورقة ونوتة كل يوم وأكتب فيها إيه اللي حاسس بيه النهاردة، إيه الحاجة اللي مضايقاني، إيه اللي نجح وفشل معايا، وإيه هو الهدف الصغير اللي ممكن أعمله بكرة. في الأول كنت بحس إني بكتب كلام فاضي، بس بعد كام يوم بدأت ألاحظ حاجة، بقيت أعرف أنا ليه متضايق، بقيت ألاحظ إن دماغي مليانة دوشة ملهاش لازمة، وبقيت أفرغ الغضب أو القلق أو الضغط على الورق، وده خلاني أبدأ يومي وأنا رايق مش مكبوت. وفضلا عن كده بقيت كل أسبوع أراجع الورق ده وأشوف نفسي بتطور من غير ما أخد بالي. عارف الإحساس ده، إنك فجأة بتكتشف إنك مش واقف مكانك؟ دي قوة العادة دي. كمان العادة دي مش محتاجة وقت، 5 دقايق كفاية قبل ما تنام أو أول ما تصحى، وهتتفاجئ إزاي حاجة بسيطة زي دي هتغير طريقة تفكيرك ونظرتك ليومك وحتى تعاملك مع الناس. بص، كل الناس بتحاول تتغير، بس اللي يفرق فعلا إنك تبدأ بعادة واحدة صغيرة ومستمرة. أنا بدأت بالجورنالينج، أنت ممكن تبدأ بها النهاردة وتجربها لمدة أسبوع وشوف بنفسك. لو جربت تعالى احكي لي تحت، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان كل أسبوع هنكبر مع بعض خطوة بخطوة. سلام، وخليك فاكر انت الأهم، انت الأول. خليك دايما الأول في حياتك، صحتك وراحتك أهم، وخلي دايما وضعك ثابت على وضعك.